صلاح اهلا بيك يا فندم وصباح الخير. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور دكتور صلاح. انا سمعت الخبر اللي بتقوليه. الحقيقه الصحفي ده يعني ما كانش امين في نقل الخبر. ما كانش امين في نقل الخبر؟ لا. طب يا ريت تصحح لنا، تقول لنا ايه اللي حصل تحديدا يا دكتور صلاح؟ الشديد احنا في ايرا كده بين بعض الصحفيين الشبان ان هو عايز يلتقط طرف الخبر ويلقي يعني قليل من الشر في نهر الخير فيفسد نهر الخير. تمام. طيب قول لنا يا دكتور صلاح، احنا بنتكلم حاجه عشان نعرف حقيقه الموضوع. الدعوه كانت للافراج الصحي دي بنطالب بيها بقالنا سنين. والافراج الصحي ده لا غير مرتبط بسن بالمره. الافراج الصحي قلنا كرايتيريا، يعني الفئات معينه التي يفرج عنها. وعلى فكره الافراج الصحي بتعرض حاله بحاله. والافراج الصحي هو فقط عن قلنا حالات سرطان متقدم، قلنا حالات يعني فشل كبدي متقدم، حالات اورام كبديه، حالات استسقاء ناتجه عن يعني فشل في الكبد في فيروس سي، حالات فشل كلوي في سن متقدم، وهكذا. يعني الحالات اللي هي ميؤوس من شفائها، اللي مفيش داعي اطلاقا انها تبقى موجوده في السجن لان هي اوريدي حبيس سجنها. طب دكتور صلاح، يعني معنى كلام حضرتك ان فعلا هي دعوه للافراج الصحي عن اللي تجاوزوا 80 سنه وبيعانوا من بعض الامراض، ولكن حضراتكم ما ذكرتوش اسماء بعينها يعني. اسمعيني بس. انا سامعاك يا فندم. ما قلتش 80 وما قلتش 85 لان كل حاله بتعرض لوحدها. يعني ممكن واحد سنه 80 سنه ويبقى صحته احسن مني ومنك. فما قلناش خالص قلنا امراض الشيخوخه. تمام. امراض الشيخوخه اللي بيعاني من امراض شيخوخه، وده ممكن ينفع العشرات اللي احنا شفناهم في السجون اللي ما لهمش حد يسال عنهم. فما نجيش نعمل اسقاط على حد معين ونقول ونسيب الموضوع كله ونعمل على اسقاط حد معين، لان الحالات دي بتعرض واحده بواحده. فالنائب العام او الهيئه اللي هيعرض عليها اكيد عندها تقدير سياسي للحاله. تمام. وليس بالضروره انها تفرج عن كل الحالات اللي احنا ممكن نعرضها بحاله مرضيه. وانا قلت لحضرتك ممكن يبقى عنده فوق ال 80 ويبقى صحته كويسه جدا، فما يبقاش محتاج هذا الافراج الصحي. فالعمليه مش محطوطه لا مشروطه بسن ولا مشروطه باشخاص معينه. العمليه مشروطه بالحاله المرضيه. تمام. الحاله مرضيه متقدمه وميؤوس من علاجها، او في صعوبه في علاجها في السجون، او في صعوبه في علاجها مطلقا نظرا لتقدم السن، وهناك يعني مالتي سيستم فيلير زي ما بيقولوا، او في اكثر من جهاز في جسم الانسان حصل له خلل ففي صعوبه في العلاج. هو ده الموضوع اللي احنا طلبنا ان احنا الافراج عن هذه النوعيه، وليست اشخاص وليست مسميات وليست سن معينه، والكلام ده عاري على الصحه تماما. طيب خليني اسال حضرتك عن يعني برضو صحح لي لو في برضو نوع من الغلط، ان في يعني حضرتك اشرت ان في تشكيل لجنه عشان تفعل الاليات المطلوبه عشان الافراج عن بعض المساجين. اللجنه دي تم تشكيلها ولا لا، او تم تشكيلها يعني توصلتوا فيها لايه؟ الخطاب اللي بعتوه للرئاسه هل كان في استجابه ولا لا؟ لم يرسل خطاب للرئاسه اولا. ده طلب كان في اللقاء بين السيد رئيس المجلس ورئيس الجمهوريه، طالب بالافراج الصحي عن الحالات الميؤوس من شفائها. تمام. وليس خطاب. الحاجه الثانيه لم تشكل لجنه حتى الان. يعني ما كانش فيه خطاب رسمي من حضراتكم للسيد الرئيس خالص. احنا ده الافراج الصحي بنطالب بيه من زمان، وده من احد الموضوعات من كذا موضوع ناقشها سياده الرئيس المجلس مع رئيس الجمهوريه، انه يعني من ضمن اكثر من 20 موضوع اتناقشوا لا اكثر ولا اقل. وده نظرا لانه بيمس الناس المرضى اللي هم فعلا في حاجه. يمكن جددنا هذه الدعوه اثناء جلسه المجلس اللي فاتت، طلبنا من رئيس المجلس انه نحاول نفعل هذا الموضوع عاجلا وتشكيل لجنه بخصوصه، وما هي اللجنه ومن مين هتتشكل وما آلية التنفيذ وهتعرض على مين. كل ده لسه لم يشكل. فانا مش عايز برجع تاني لبدايه الكلام انه هذا اللغط اللي ممكن يلقي قليلا من الشر في نهر